في قلب واحدة من أكثر دول العالم ازدهارا ولدت فكرة إنسانية بسيطة لكن قوية: لا يجب أن يهدر الطعام وهناك من يجوع. من هنا انطلقت جمعية الطعام للجميع كمبادرة تطوعية غير ربحية تهدف إلى محاربة الجوع وهدر الطعام داخل سويسرا. المهم هذه الجمعية هذه الصراحة هي جمعية كبيرة وغنية عن التعريف، معروفة في جميع نتاع الأنحاء نتاع سويسرا، ويعني كتقدم مساعدات ما عندهاش يعني حد ولا محدودة. Der Grund, dass wir diese Vereine gegründet haben, weil wir leben in der Schweiz, wo viele Reichtum gibt, aber viele Leute, die Schwierigkeit auch haben. Oft werden diese Leute vergessen. Unser Ziel ist, jedem Menschen zu helfen, die Hilfe gebraucht wird. تعمل الجمعية على جمع فائض الطعام من المحلات الكبرى والمستودعات وسلاسل التوزيع، ثم تقوم بإعادة توزيعه بطريقة منظمة ومحترمة على المحتاجين. لا تميز الجمعية بين جنسية أو خلفية اجتماعية، بل تعتمد على مبدأ واحد: من يحتاج فله الحق في أن يأكل بكرامة. بالنسبة للناس اللي كيستافدوا من هذه الجمعية هذه فهم من جميع الدول بما فيهم السويسريين، وكيستافد تقريبا كل يوم سبت على الأقل 1400 شخص. كنفرقوا هنايا جميع أنواع الخضار، جميع أنواع الفواكه، لي سناكس، لي بسكوي، وممكن الخبز واللحوم. Das Essen, was wir hier verteilen, kommen von verschiedenen Leuten und verschiedenen Organisationen. Einerseits vom großen Laden, Grossisten, die nicht die Ware verkaufen können, und dann wir nehmen diese Ware, wir geben die Leute gratis. Und einerseits auch brauchen wir Spendegelder, damit wir die Miete hier zahlen und Transportkosten zahlen können. بفضل نظام رقمي متطور وشبكة تضم أكثر من 1000 متطوع، تنظم الجمعية عمليات التوزيع في عدة مناطق من سويسرا بما فيها زوريخ ومدن مجاورة. وتقدر كمية الطعام التي توزع أسبوعيا بحوالي 20 طن، يستفيد منها أكثر من 2000 شخص بشكل مباشر، من بينهم أسر محدودة الدخل ولاجئون وعاطلون عن العمل ومسنون يعيشون في عزلة. بحكم أنني جيت لسويسرا وفي البداية كان يعني عندي مدرسة، كان عندي وقت فراغ كتير، فسمعت بهذه الجمعية وحبيت أنني نشغل وقتي بشي حاجة اللي هي في الأول أنا تساعد الناس، وفي الثاني أنني نبراتيكي اللغة ديالي كلغة ثانية. في مجتمع تسوده الوفرة، تذكرنا الجمعية أن الكرامة تبدأ من لقمة العيش، وأن التضامن ليس مجرد شعار بل عمل يومي يغير حياة الآخرين بصمت وصدق. جمعية الأكل للجميع هي ليست مجرد مبادرة، بل هي نموذج حي لقوة التضامن الإنساني حين يقترن بالعزيمة والإرادة. هي رسالة هدفها أن لا أحد يجب أن يجوع. لموقع سفيركم الغالي محمد رشاشدة، زوريخ.